السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الجبنة المشوية بطريقة كده سهلة إن شاء الله تعجبكم. معانا هنا حوالي ربع كيلو فيتا، جبنة فيتا. معانا هنا كمان طماطم، يعني هنحط الطماطم قد الجبنة زي ما احنا شايفين مقطعة بالشكل دوت. حابة عندك طماطم شيري ممكن تحطيها. هناخد كمان شوية من الثوم، انا مقشره كده ومقطعه، هنحطه كده معاها عشان يتشوي. معنا كمان زيت زيتون، هنبدأ كده نرشه على الجبنة والطماطم بس كده. ندخلها الفرن تستوي لحد ما الجبنة كده تتشمع والطماطم تستوي والثوم، ونشوف هيبقى شكلها ايه وهنعمل فيها ايه. ودي شكل الجبنة بعد ما استوت. هنبدأ بقى نهرسها. طبعا الريحة جميلة جدا وخطيرة. نبدأ بقى نهرس كله كده مع بعض. وده شكلها بعد ما هرسناها. هنسيب فيها حتت كده من الجبنة. هنبدأ بقى نعبيها في بطرمانات. ودي شكل الجبنة بعد ما عبيناها في بطرمانات. هنحط لها بس شوية من زيت الزيتون على وش كده، ونشيلها بقى في التلاجة. وده كان فيديو النهاردة، وإن شاء الله نتقابل في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.